مساء الخير. بتحب القشطة القمر دي وبتعرف تاكلها من بره او ما بتحبش تاكلها من بره؟ تعالوا نعملها مع بعض من غير رغي كتير. تعالوا نخش على طول في التفاصيل. اول حاجة معانا حلة فاضية هنحط فيها 3 كوبايات سكر وعليهم كوباية مية وعليهم كوباية عسل جلوكوز. هنحطهم على النار يغلوا. هنجيب بولة فاضية او طبق فاضي وهنحط فيه 3 معالق مليانين جيلاتين وهنحط عليهم نص كوباية مية ونقلبهم كويس. بعد كده بنجيب صينية فاضية ونرشها من تحت جوز هند كويس. حاولي تغطي كل الصينية كلها. ولو عندك زبيب هنديها كمان رشة زبيب من تحت. وبعد ما الشربات بتاعنا يغلي هنجيب المضرب بتاعنا ونفض فيه الشربات. وهنفض عليه رشة فانيليا عشان تدينا طعم. وبعد كده هنفض الجيلاتين اللي احنا عملناه. وهنشغل المضرب بتاعنا على اعلى سرعة. شايفين كده؟ بعد ما عدى حوالي 3 دقايق اللون بتاعنا ابيض. وقفت ثواني. بما ان احنا هناكل الحاجه دي فاحنا ممكن نصرف عليها شويه. هزود شويه جوز هند في الحشو من جوه اهو. وكمان شويه زبيب. وهشغل تاني. شايفين كده؟ بعد ما عدى حوالي 12 دقيقه ضرب القوام بتاعه تقل زي كده. هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي احنا كنا رشينها جوز هند وزبيب من شويه وهنفضي فيها الخليط. ملحوظه مهمه، ما تستعجليش في الخفق لان لو ما اتخفقتش كويس هتطلع معاكي عجين عامله زي ما يكون مكتومه كده فيها ميه من جوه. فاديها وقتها على مهلها مش هيجرى اي حاجه، ما تخافيش منها يعني. صبيناها. ارتفاعها جميل ومنسوبها جميل قوي. ريحتها جميله، طعمها هيعجبك قوي. اخر حاجه معانا هنجيب الجوز هند بتاعنا ونغطي الوش بتاعنا كويس. وكمان هنرشها شويه زبيب من على الوش. الحاجات دي بتدي طعم حلو خالص. وبكده احنا تقريبا خلصنا. اخر حاجه هنعملها بقى هنسيبها تبرد زي ما تبرد يعني. لو هتاخد معاك ساعه ساعتين 3 ساعات ما تستعجليش عليها. خليها تبرد على مهلها وبعد كده هنقطعها مع بعض. ودلوقتي بقى ده شكلها بعد ما عدى عليها ساعتين. بص كده. نتك عليها يعني تضغطي كده ترجع تاني. ترجع تاني كده. هي مش مكتومه، مستويه كويس، مضروبه كويس، كل حاجه مظبوطه. هنقلبها. ممكن نرش رشه جوز هند على الرخامه. طبعا بنمسحها الاول وهنقلبها عليها.
بص كده اهو، ده شكلها. بص عامله ازاي، تقدر تتحكمي فيها بسهوله خالص، اهي في ايدينا اهي. ماشي، هنبدا نقطعها. لا، شايفه كده، بكل بساطه نفصلها من بعضها اهو. شايفه القوام، ما شاء الله، مش مكتومه خالص معانا. بصي تك على اخر ما تتكي هتطلع معاكي زي ما كان. هفكهم ثواني. تقدري تروحي رشه جوز هند كده ومقلباهم كده في بعض عشان الجناب اللي هي ما خدتش جوز هند. ماشي، تتظبط معاكي. بصي هي ما تخافيش منها كده، خلاص هي استوت، عمرها ما هتلزق في بعضها تاني. تمام. جربوا الطريقه دي، الطريقه دي سهله جدا وجميله جدا وهتعجبكم، حاجه مضمونه وبيتي. وانت عارفه انت عملتي ايه. اللي بتعمل بره لها طرق كتير منها، في ناس بتعملها ببياض بيض ني طبعا مضروب في المضرب، فدي حاجه مضمونه 100%. وادي هنرصهم اهو في الطبق زي ما انتم شايفين. طريقه جميله وسهله، وعملنا كميه كبيره. المقادير بتاعتنا اصلا بسيطه جدا، كانت عباره عن سكر وكوبايه عسل جلوكوز، ده كل الموضوع. ادي كده الطبق بتاعنا اهو، طلعت كميه معانا حلوه ما شاء الله، يعني هي تخش لها في حوالي كيلو. ما صرفناش غير 3 كوبايات سكر وكوبايه عسل جلوكوز، 3 معالق جيلاتين. ده كل المكونات بتاعتنا، كل المكونات بتاعتنا طلعت معانا الكميه دي، حاجه مضمونه وحاجه صحيحه 100%. جرب الطريقه، لو عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناه، واكتب لنا تعليق جميل كده. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.